السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم هدير من قناة بنت من البنات. رجعت لكم النهارده بطشت المشتريات. شويه نزلت جبت حاجات كده بسيطه وصغننه خالص للمطبخ. حبيت اعرضها لكم واقول لكم اسعارها. بس حبايبي، اول ما قبل ما ابتدي معاكم يعني واقول لكم الاسعار واوريكم الحاجات اللي انا جبتها، انا بقول لصديقتي ورد التوليب ان هي طلبت ان انا يعني ادعي لها، وانتوا كمان تدعوا معايا ان ربنا يكرمها ويوفقها ويريح بالها يا رب، بحق حبيبك النبي يا رب. لانها زعلت مني، فكرت ان انا ما دعيتلهاش، بس والله يعني هي مفكره ان انا كويسه وقلبي طيب يعني، فطلبت مني ان انا ادعي لها. انا بدعي لها حبيبتي، بدعي لك بالصحه والراحه والسلامه، وربنا يطمن قلبك وينولك كل اللي في بالك، احنا وجميع بنات المسلمين يا رب العالمين. والعراق يا حبيبتي ربنا يرجعها لكم سلمى غانمه بحق حبيبك النبي يا رب، هي وكل بلاد المسلمين. فانا يا رب بدعي لك من كل قلبي، ربنا ينولك كل اللي في بالك. فامنوا كده ان شاء الله ربنا يكرمها ويكرم كل البلاد العربيه يا رب، ويجيل عننا الهم اللي احنا فيه ده يا رب بحق حبيبك النبي. وطالبه منكم طلب كمان، ان انتوا تدعوا لوالدي ان ربنا يشفيه يا رب بحق حبيبك النبي يا رب، هو وكل الابهات والامهات وكل واحد يخلي لها. الاهل دول اهم حاجه في حياه الناس، حياتنا احنا مش حياه الناس، حياتنا احنا. والله ربنا يخليهم. معلش انا طولت عليكم، بس حبيت اقول لورد التوليب حاجه كده صغننه يعني تنم ان انا والله انا بدعي لها وحياه ربنا من ساعه ما قالت تدعي لي. والله انا كل ما افتكرها وتبعت لي كومنت انا بقول ربنا يكرمها بحق حبيبك النبي يا رب، ويكرم كل حد يكون نفسه في حاجه يا رب. بس ايه يعني مش عايزه اطول عليكم، بس بكون رغايه ولا حاجه. فابتدي معاكم في المشتريات. هي حاجات بسيطه قوي يعني تشطب مشتريات. هوريهولكم. بصوا، اول حاجه جبتها بصوا كوبايات الصغنططه دي كوبايات. جايباها انا من بصوا هوريها لكم. انا كنت قبل كده عرضت لكم المجات، كنت انا جايبه دستتين مجات عرضتها لكم. بس الكوبايات دي بصراحه حسيتها فرصه. ليه بقى؟ دول السته دول ب10 جنيه، ماشي. وهم كوبايات صغنططه قوي، يعني ايه، هي اقل من انك تشربي فيها شاي. يعني ممكن تشربي فيها شاي لو عايزه حبه صغيرين، يعني نص كوبايه او حاجه، وممكن تشربي فيها قهوه. انها صغنططه خالص، يعني هي باينه في الكاميرا انها كبيره بس هي صغيره. حلوين قوي و10 جنيه. كنت انا جايباهم في عرض من رنين. بصوا اهو موريها لكم. بس الكوبايه حلوه وصغنططه خالص، يعني نمنومه كده. يعني ممكن تحطي فيها شاي، ممكن تحطي فيها قهوه زي ما انت عايزه. وحاجات وبحسدين بصراحه. انا جبتها لانها كانت ب10 جنيه، واحنا عارفين دلوقتي ال10 جنيه ما بتجيبش حاجه. فقلت ايه، والله لا جايباها ب10 جنيه يعني مش هتخسر. دي اول حاجه اشتريتها. تاني حاجه اشتريتها المضرب ده مضرب بيض. كنت انا جايباه بصراحه مش فاكره، انا جايباه ب25 او 30. هو حلو قوي وعملي يعني. يعني في المضارب اللي بيبقى بايد تخينه كده وبتبقى بسلوك. انا جربتها بصراحه، بس بحس انها بتنخلع بسرعه لما تيجي تستخدميها. انما ده يعني كله ماسك في بعضه، فيعني مش هينخلع منك بسهوله. يعني هو بصراحه مش فاكره هو كان ب25 ولا ب30، بس هو في الحدود ده يعني مش غالي. ده تاني حاجه انا جبتها. تالت حاجة جبتها الصلاية دي. بصراحة مش هقول لكم ان انا جايباها علشان ادق فيها هون ولا حاجة، مع ان هي واسعة من جوه، بس مش عارفة الفلاش منها بيضة. الفلاش عمال يعمل فيها قوي، بس اهي هي واسعة من جوه. بس بصراحة انا مش جايباها للأمانة، يعني ان انا اعمل فيها اعمل فيها توم ولا حاجة. انا هجيب الهراسة، انا بحب الهراسة اكتر من الصلاية. بس انا جايباها كديكور بصراحة. بصوا يعني هي تتحط كده في، بصوا تتحط كده في المطبخ، تحطيها على رف او حاجة، يعني شكلها حلو يعني. بصراحة أنا جايباها كنوع كده، وهي مش غالية، هي ب20 جنيه. حلوة قوي بصراحة. يعني أنا قلت إيه، إن أنا إيه أجيبها وأحطها إيه على رف كده من الرفوف في المطبخ، يبقى تدي إيه ديكور كده وشكل حلو. وهي مش غالية ب20 جنيه. اشيلهم بس ايه عشان اعرف اوريكم في الاخر طشت المشتريات. يعني هي جيت على الطشت ومش هعرف اعرضه. بصوا اهو. بقى نخش بقى على السكاكين. دي السكاكين جرانيت. حلوه قوي قوي بصراحه. انا اول ما شفتها عجبتني قوي. هم 5 سكاكين الصغيره دي. كان مش كنت هطلعها لكم، بس لقيتها كلها متبرشمه. بصوا يعني انتوا هتعرفوا تشوفوها يعني. دي الصغيره ودي الاكبر منها. فالاكبر المنشار دي احلى واحده بصراحه يعني. حلوه قوي جميله قوي وطويله جدا على فكره، كلهم طوال. هما جرانيت مش سيراميك. ودي كنت انا جايباها منين؟ جايباها من رنين ب 82 جنيه.
حلوه على فكره، ويعني بتاع تقيل مش خفيفه. وبعدين اقول لك على حاجه بصراحه، انا يعني حسيتها احسن من اللي هو هم خمس. بصي يعني دول 5 قطع، واللي هو في الستاند اللي هو خشب او سلستين بيبقوا برضه 5 قطع. بس الفرق طبعا 300 جنيه وده 82 جنيه. ف يعني ايه، كل واحده على حسب امكانياتها. انا عرضتها لكم عشان لو حد حابب يجيبها، هي موجوده في رنين. وزي ما قلت لكم انها ب 82 جنيه، والله في منتهى الجمال والشياكه وحياه ربنا. انا شفت منها نفس النوع ونفس كل حاجه، كانت في ستاند كده مدور ب 200 جنيه، انما دي ب 82 جنيه. ف يعني فرق محترم يعني. انا حبيت عشان كده قلت اعرضها لكم، عشان اللي يحب تجيب زيها. والله حلوه في منتهى الجمال، وفيها نفس المكونات الكبيره بتاعه اللحمه، والمنشار بتاعه العيش، واللي اكبر منها الطويله، والاثنين الصغننين اللي هم اكتر اتنين احنا بنستعملها في بيوتنا يعني. حلوين في منتهى الجمال والله، وب 82 جنيه مش غاليه، وجرانيت في منتهى الجمال وشكلها شيك يعني. فانت براحتك بقى، حابه تجيبي اللي هي المدوره ب 200 جنيه، اللي هو دي ب 82 جنيه، زي ما انت عايزه. دي اخر حاجه بحورها لكم، طشت الغسيل. ده طشت صغنططه كده، هو مش كبير على فكره، هو مكتوب عليه كمان سعره اهو. بردك ده من رنين ب 20 جنيه اهو. هو مش كبير، بصوا يعني حجمه وسط، مش مش صغير ومش كبير، حجمه معقول يعني. انا بصراحه جبته، وهجيب كمان واحد اكبر منه. انا قلت بقى يعني ايه ده منمنم كده على قد اعرف الم فيه حاجه حته صغننه اغسلها، ما اعرفش ايه، حاجه تبقى صغيره وبرضك ب 20 جنيه. كل مشتريات النهارده 20 25 اقصى حاجه، اللي هو ال 82 البتاع، حاجات صغننه كده وهتحتاجيها. يعني يا رب تكون بس المشتريات النهارده تكون عجبتكم، ما كنتش طولت عليكم. وبدعي تاني لورد التوليب، ربنا يكرمها حبيبتي، وبدعي لك من كل قلبي ربنا يوفقك وينولك كل اللي في بالك، وكمان ربنا يكرم بابا كده يا رب، ويديله الصحه وطولة العمر يا رب، ويشفيه من اللي هو من الوعكه اللي عنده دي. فانا معلش يا جماعه، طولت عليكم النهارده، بس سامحوني كده. وادعوا لها وادعوا لي يا رب، وربنا يكرمنا كلنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.